اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رجل كان لديه 3 أولاد، سماهم كلهم اسم واحد، عبد الرحمن. عاشوا في أمان وسلام، ومرت الأيام والسنوات تليها الأعوام، والأولاد الثلاثة. ولكن قبل أن نبدأ صل على الحبيب قلبك يطيب. يتلفتون جميعا كلما نادى أحد اسم عبد الرحمن. كبر الأب ومرض، وعندما اقترب أجله جمع أولاده وهو على فراش الموت. عبد الرحمن يرث، وعبد الرحمن يرث، وعبد الرحمن لا يرث. ثم فاضت روحه، وبقى الإخوة حائرون من قسمة والدهم، ولم يفهموا لها معنى، فقرروا الذهاب إلى القاضي المدينة المعروف بالذكاء والفروسية ليحل مشكلتهم. وفي طريقهما إلى القاضي رأوا رجلا قلقا منزعجا يبحث عن شيء ما، فأوقفهم وسألهم: لي ناقة تائهة مني ولا أعلم أين ذهبت، هل رأيتموها في طريقكم؟ قال عبد الرحمن الأول: هل بعيرك أعور؟ قال الرجل: نعم. قال عبد الرحمن الثاني: هل بعيرك أعرج؟ قال الرجل: نعم. قال عبد الرحمن الثالث: هل بعيرك مقطوع الذيل؟ استبشر الرجل: خير، إذا أنتم رأيتموها، أين أجدها؟ قالوا الثلاثة: لا والله ما رأيناها. جن جنون الرجل، فقرر أن يصحب الثلاثة إلى القاضي، لأنه اعتقد أنهم أكلوا البعير ويريدون إخفاء الأمر عنه. فلم يعترض الإخوة على الأمر، وذهبوا جميعا إلى القاضي. صاحب البعير قص قصته على القاضي. قال القاضي: وصفكم للناقة صحيح، ويدل أنكم رأيتموها. قال عبد الرحمن الأول: والله يا سيدي ما رأيناها، ولكننا رأينا أثارها. فعندما قلت عوراء، ذلك لأنني لاحظت أن العشب في المكان الذي مرت قد أكل من ناحية، وهذا دليل على أنها لا ترى بعينين، بل ترى بعين واحدة. وقال الثاني: وأنا لما قلت أنها عرجاء، فذلك يدل على أثر قدماها أعمق من الأخرى، وهذا دليل عجز في إحدى رجليها. قال الثالث: ولما قلت أنها مقطوعة الذيل، فلأنني وجدت بعيرها قد وضع على شكل كتل، والعادة